ألف مبروك يا بنتي. الله يبارك فيك. مبروك يا شكل. الله يبارك فيك يا عم. الله يبارك فيك. انا سمعت ان عنده ربع مليون جنيه. يا بختها. يا بخته هو يروح فين جنب ابوها؟ ابوها دلوقتي بتاع 4 مليون جنيه. طبعا مش ده يعجبك قوي بتاع الاستيراد والتصدير والاولاد وكل حاجه. انا سمعت بدل ما تيجي يا شيخ بدأ بمبلغ خايف 40,000 جنيه ورثهم عن أمه. أنا بدي لك أغلى حاجة عندي، لازم تحافظ عليه. صدقني يا عمي، انا احافظ عليها اكتر من عينيا، اكتر من فلوسي. بقول نقوم ندردش شويه في البلكونه تحت ضوء القمر in the moonlight. عن اذنك يا عم. ما شاء الله ما شاء الله زي العصافير. يا سيد بيه، انت ما ردتش علي. هتبيع ب 60؟ 80,000 يا نشأتي بيه. 80,000 ما يخسوش مليم واحد. انت حرامي يا سيد بيه. كان اياميها الزلط ب 12 جنيه و40 قرش. اشتريت بعد جمعه وصل 14 جنيه و60 قرش. رحت بايع. تفتكر كسبت كام في 10 ايام؟ مش عارف. قولي كام؟ كام؟ 9,000 جنيه. بعد كده الزلط. مش نعم. ما تعرفش تكلمني في اي حاجة تانية غير الزلط؟ اعرف يا روحي طبعا. قول. انا عايز اقول لك، فاكره لما قالوا مفيش اسمنت رحت مديها جبس. اظن من حقك دلوقتي يا نشأتي بيه انك تتجوز. ما افتكرش ان في واحده ست في الدنيا كلها تقدر تستحملني. في كتير. هي فين؟ عن اذنك. شاكر بيه، ما قلتليش هتديني الطب كام؟ الطوب يا سعاده البيه زي ما اتفقنا 16,400 جنيه 650 مليم، وال 650 مليم قبل ال 16,000. كتير قوي. ليه؟ انت حسبت الطوبه بكام؟ والله العظيم انا بايع لك الطوبه باصل ثمنها. تفتكر البيعه دي كلها وحياتك انت انا كسبان فيها 4 ساغ بس. ممكن يلا. فكر كويس يا مشكوري بيه. ها؟ الحديد هيوصل من اسكندريه بكره. ها؟ تروح تستناه في اسيوط. ها؟ يا اخي يلا. انا طالع دلوقتي على لندن. حاضر يا فندم. في عقد حمديه في 10 دقايق وهكون هنا الصبح. حاضر. بلغ صوفي وقول لها بابا اسف جدا علشان ما قدرش يحتفل بيكي كويس. حاضر. انا ما بشربش ويسكي. طب ما قلتليش ليه من الاول؟ انا طلبته عشان انا كمان ما بشربش. ماتر الحساب لو سمحت. يعني ما اكلتيش يا حبيبتي؟ انا اكل كده ما اعرفش انام لو تقلت. ميرسي. البيض هنا غالي قوي. في 7 ساغ زيادة. نحسبها تاني. نحسبها تاني. كده.
زيادة اهو. ممكن نروح بقى؟ البيضة دي بتاعتي. مع السلامة سعادة البيه. نعم يا سيدي، أنا مش كنت هنا الجمعة اللي فاتت ومدي لك قرش ساغ أبيض مخروق؟ أنا فاكره. هتاكلونا بقى؟ صباح الخير يا استاذ امام. 7:30. اظبط ساعتك عليه. 30 سنة ما تأخرش دقيقة واحدة. ما خدش يوم اجازة. صباح الخير يا استاذ امام. صباح النور. طالبين البيانات دي في اسم المراجعة. الدولاب التاني على اليمين، الدرج الخامس، هتلاقي ملف لونه احمر جنب واحد رمادي. تاني صفحة هتلاقي البيانات دي من تحت. حاضر. الو. ايوه. شيك المرتبات يا استاذ بعتناه في البوسطة امبارح بمبلغ 52,000 جنيه 300 مليم. الشيك رقم 816 423 على فرع البنك الاهلي باسوان. ده ساعتي يا استاذ ايه اللي هبص فيها؟ انا عقلي الكتروني. ايوه انا امام كمبيوتر. مع السلامة. استنى، انا قايل لك القهوة تجيلي الساعة 10:30 بالدقيقة، دلوقتي 10:30 الا 3. اسف يا استاذ امام. طيب. ايه ده؟ حساب الشهر اللي فات. ده غلط. يوم الخميس 13 ذو الحجة أنا شارب 2 قهوة بس مش 3. واحد الساعة 10:30 والتاني الساعة 2 إلا 5. يبقى التاني شربته إمتى؟ مع السلامة. أستاذ إمام، أيوه. رستم بيه نشأتي عاوزة. رستم بن شقاتي ذات نفسه؟ أيوه. قال لك عايزني أنا شخصيا؟ أيوه. قال لك إمام محمد الطيب؟ أيوه. ومحدد لحضرتك موعد الساعة 10:30. الله، ده يعني فاضل دقيقة واحدة. أيوه. طيب يا بنتي، هحاسبك أنا بعدين. مع السلامة أنت دلوقتي. مع السلامة. يا رب يجيب العواقب سليمة يا رب. ادخل. اتفضل يا استاذ امام. اتفضل يا استاذ امام. اقعد على الكرسي اللي قدام الديكتافون. ما يصحش يا فندم اقعد قدام سيادتك. اقعد. ايه؟ اظن احنا ما تقابلناش قبل كده. ها؟ لا يا فندم، انا كان ليا الشرف اني اقابل سيادتك مرتين خلال ال30 سنة اللي انا شغالهم في الشركة. اول مرة شفت سيادتك الساعة 8:30 صباحا
وده كان في غضون سنة 1951، وسيادتك نازم العربية بتاعت سيادتك. والمرة الثانية شفت سيادتك في المنام. سيادتك جيت لي لابس اخضر في اخضر، القميص اخضر والجزمة خضراء والبنطلون اخضر وقلت لي السلام عليكم، حتى الكلام طلع من بق سيادتك اخضر. المهم اسمك الثلاثي إمام محمد الطيب، 53 سنة، حاصل على البكالوريا، شهادات جامعية لا يوجد، مهارات خاصة لا يوجد، متزوج وعنده طفل. بقى شاب يا فندم دلوقتي، عقبال امالتك هو بيلعب مزيكا. التحقت بالشركة عام 1950. عمر يا فندم عمر. انا التحقت بالشركة ايام ما كانت اوضه لسه صغيرة في رود الفرج، ايام ما كان ماسكها المرحوم والدك، وهو يعني كان لسه. لا أنا مش فاكر، كنت صغير ما وعاش على الحاجات دي. يبقى سيادتك توعى بقى على دكانة العجل اللي كان فاتحها المرحوم جدك، وكان الله يرحمه بيقف ينفخ العجل وهو لابس العمة أستاذ إمام، أنا قدامي التقرير السري السنوي بتاعك. نسبة الحضور 100%، الأخلاق ممتاز، تعاونه مع زملائه ممتاز، التقرير النهائي في منتهى الكفاءة. شيء عظيم يا أستاذ إمام، أنا سعيد قوي إن عندي موظفين أكفاء أمثالك، حقيقي شيء عظيم، أهنيك يا صديقي. متشكر قوي يا فندم، متشكر. برافو يا صديقي، برافو. هاي الحاجات دي كلها بتخليني أحس بالألم وأنا ببلغك إن الشركة استغنت عن خدماتك. متشكر قوي يا فندم، متشكر. طب يا فندم لو سمحت ممكن اسمع الجملة دي تاني؟ الشركة استغنت عن خدماتك، يعني حضرتك دلوقتي ما أصبحتش موظف في الشركة. الله يخليك يا فندم، اهو دلوقتي انا سمعتها كويس وماليش اي حاجة. يعني افهم من كده يا فندم ان اترفدت من الشركة مثلا يعني؟ لا مش مثلا، حضرتك اترفدت فعلا. متشكر قوي يا فندم، متشكر. لكن ليه يا فندم؟ اكيد حصل خطأ. مفيش خطأ، انت عارف يا استاذ امام ان الشركة بتنمو، عملياتها بتتسع، احنا لازم ناكل كل الشركات اللي قدامنا في السوق، وعندنا دلوقتي عمليات في كل الدول العربية، وهنغزو افريقيا، وعلى ذلك هنشتري عقل الكتروني ماركت كوكو COCO كوكو اللي بيعملوا 100 موظف في السنة يعمله هو في دقيقة. ايوه لازم ناكل كل الشركات اللي في السوق. يعني يا فندم عشان تاكل كل الشركات اللي في السوق تكوني انا في سكتك؟ يعني خلاص يا فندم اعتبر نفسي انتهيت. ارجوك يا استاذ امام، ارجوك ما تقطعش قلبي، كفايه الالم اللي انا حاسس بيه وانا برفدك. علشان كده وتكريما ليك، اول حاجه هيعملها العقل الالكتروني انه يطلع لك مكافاتك، والشركه هتكتب اسمك في لوحه الشرف الرخام، وتديك شهاده تقدير، وهتعمل لك حفله شاي باللبن ما حصلتش. باللبن؟ باللبن. ما دام باللبن بقى خلاص الموقف يختلف كده. انا افتكرت هترفدوني يعني من غير احتفالات. ودي تيجي. طب والله لو سمحت يا فندم ممكن تعينوني في اي شغلة تانية عندكم ولو بمرتب اقل. انا اسف يا عزيزي امام، انما انا سعيد قوي بالسؤال اللي قعدت ادردشهم معاك، ومع هذا تقدر تفوت عليا في اي وقت انت شاء تسلم عليا. باي باي. هلاو.
window and let the breeze blow on the side. These autumn leaves based on the window and all the tears have never breathed. ادينا علبة صوبة. الو، حضرتك عايز العيال الطيبين؟ لحظة واحدة هحولك عليهم. الو، حضرتك عايز الاستاذ وائل مدير الفرقة؟ لحظة واحدة. انا مدير مكتبه. الو، ايوه مدمزيل، انا السكرتير العام، هحولك للسكرتير الخاص. الو، وين ام مازال؟ عايز الاستاذ وائل؟ هو اصله مشغول بيكلم باريس في التليفون. اهو الاستاذ وائل معاكي شخصيا. حلو، امسك يلا. هلو، انا الاستاذ وائل مدير الفرقة. نعم. لحظة واحدة اشوف الاجندة. هلو، يا مدمزيل، من حسن حظك احنا لأول مرة فاضيين من 3 سنين. حفلة خاصة يا عيال، حفلة خاصة. بس يا راجل. ايوه يعني. لا مش مهم احنا بناخد كام، المهم انتوا عايزين تدفعوا كام؟ 15 جنيه؟ يعني حضرتك غلطانة في النمرة، اكيد انت طالبة فرقة حسب الله. لا يا ستي، احنا اقل حفلة بناخد فيها 250 جنيه. طب خليهم 17 جنيه. حاضر، انا موافق على 15 جنيه، بس التاكسي والعشاء عليكم. بصراحة انا وافقت عشان ارتحت لصوتك الملائكي. حنده السكرتارية تاخد الاسم والعنوان، انا ما باخدش اسامي. السكرتير معاكي اهو. ايوه، اسم سوزان البسطويسي. العنوان أول مرة من 30 سنة يرجع من الشغل بدري. ألو، وائل، أبوك رجع من الشغل دلوقتي، شكله مش عاجبني. طب متشكرين قوي يا معلم علوان، ربنا يخليك لينا. كملوا انتوا يا جماعة، أنا دقيقة واحدة وراجع لكم تاني. دقيقة واحدة؟ ده احنا بنتنسى على حفلة من زمان. كان ضروري عزيزة الليلة دي. حطيت الصينية في الفرن وروقت لك المطبخ وعملت لك طبق السلطة وحالا هقشر لك الكوسة يا روحي. تسلم ايديك يا حبيبتي. اموري انت بس يا روحي، اموري. أميرة انت يا عزيزة، أميرة وحلوة ودمك خفيف وست بيت وودني موسيقية. وودنك موسيقية. امال ايه اللي حصل لعقول الرجالة اليومين دول؟ مالهمش في الطيب نصيب، صدقيني يا ام وائل، كل الرجالة كده. كلهم كده؟ لا ما عدا الاستاذ امام جوزك، ده ملاك. ووائل كمان، يا بختها باللي هتاخده. يا بختها بيها على ايه؟ عشان هرجع لها كل يوم والشلفات. كل المسكين كده. انا عارفه ما بيشتغلش مع ابوه في الشركه ليه. انت عارفه يا عزيزه، ابوه مركزه كبير قوي في الشركه، الكلمه هي الكلمه. لو قال لهم عينوا وائل هيعينوا وائل، مفيش مناقشه. ما تخافيش على وائل الثانيه، انا مر عليا رجاله كتير، عمري ما شفت واحد زي ابنك ده ابدا. ده عبقري، مش اي واحده تفهمه ولا ترتاح معاه. لازم اللي تاخده تكون ودنها موسيقيه، تكون ست بيت تساعدك وتريحك وتحط لك الصينيه في الفرن وتعمل لك طبق السلطه وتقشر لك الكوسه. ودي هلاقيها فين دي يا عزيزه؟ دايما الحاجه تبقى قدام الواحد ومش شايفها. والنبي يقطعني. السلام عليكم. مالك يا امان؟ ايه اللي جابك بدري كده؟ الشركة خدت اجازة النهاردة نص يوم،
انا داخل استريح شويه. استاذنك. طب يا حبيبتي مع السلامه. الله يسلمك. مش كده يا عزيزه؟ قلت لك الصور تجنن. أم- تعال اسمعها. لا وقت تاني. حلو قوي، تعال. اصل انا تعبان. طب اسمعها بس. ما اقدرش اسمع وانا تعبان. عشان خاطري معلش حياتي. اصل عشان خاطري. عزيزه جميل الصبر. عزيزه اصل الاسطوانه وادي الفراخ وادي الويسكي. أصل ماليش مزاج اكل فراخ ولا اسمع اسطوانه. حصل خير يعني، لكن الحمد لله. طب الحمد لله. الحمد لله. وهو بقى شوف هيبقى باللبن. رفدوني. نعم. كوكو. كوكو؟ ايوه، عقل الكتروني جابوه هناك في الشركه ونازلين توفير في الموظفين. توفير مين يا بابا؟ دول لو وفروا الشركه كلها ما يستغنوش عنك انت. اه مستغنوا وباللبن. مين اللي بلغك القرار؟ رستم بيه النشوءاتي شخصيا. ابوك مش شويه في الشركه واخد. غبي. العقل الالكتروني؟ لا، رستم الزفت النشواتي القطران. بس الحق مش عليه، الحق عليك انت يا بابا. انت في يوم من الايام كان تحت ايدك مستندات كانت توديه السجن، تقفل له الشركه بتاعته، تخليك تاخد منه اللي انت عايزه حباب عينيه حتى. بس انت يا بابا طول عمرك عايز تبقى طيب قوي ونظيف قوي وملاك قوي، يعني اشهر بيهم افضحهم. ايوه يا بابا، ايوه فوق بص حواليك، شوف الناس على حقيقتهم. الناس وحوش يا بابا، وحوش. الناس اليومين دول يا ضارب يا مضروب، يا تاخد فرصه من اللي قدامك يا هو يمسك فرصه عليك. النشواتي ده لو وقع تحت ايدي مش هرحمه، ولا هو ولا اللي بيتشددوا له. احنا في غابه. ايوه يا بابا في غابه، احنا عايشين في غابه. الدنيا لسه بخير. بخير بدليل انهم رفضوك، مش كده؟ حصل كده. وائل، مفيش داعي تجيب سيرة لوالدتك. مسيرها هتعرف يا بابا. ايوه بس مش دلوقتي. عيد جوازنا الجمعة دي، مش فاكر اذا كان يوم 2 ولا يوم 3 ولا الاربع. الاربع 17 ولا بانه الخميس. حفلة شاي باللبن ما حصلتش. متشكر قوي يا نشواتي، ربنا يخليك، ربنا يديك الصحة. كمان لا، بسيطة خالص. طبعا ان شاء الله مفيش حاجة ابدا. شوف يا سيدي، انا هكتب لك شوية ادوية. اولا دواء شرب عشان الكبد، هتاخد منه 3 مرات بعد الاكل، مفهوم؟ معلقة كبيرة. هكتب لك كمان اقراص، هتاخد منها قرص كل 6 ساعات، ده هينفع جدا للكبد. الحبوب بقى اللي هكتبها لك دلوقتي هتاخد منها حباية كل 4 ساعات، برضو عشان الكبد. وما تخافش من الغليظ، لو كلت مسلوق مش هيتعبك، ولو تعبك خد لنا قرصين من الازازة دي بعد كل اكلة، مفهوم؟ انا هكتب لك دلوقتي فوار عشان الحموضة، يهمني جدا انك تستمر تاخده بانتظام. بالنسبة للمرارة والكلى هتاخد 6 حقن هكتبهم لك حالا، كل يوم حقنة. ارجو انك ما تلخبطش في الله، انت عندك من الدواء ده
طب اسمع يا سيدي، خد لنا منه نص ازازه كل يوم او كل 6 ساعات نجرب. يبقى فاضل قدامنا الحراره. هضطر اني اكتب لك على لبوس، انا اسف جدا. وبرضه تستمر في استعمال مكمدات التلج، ما تشيلهاش ابدا من على دماغك. يهمني جدا انك تستمر تاخد حقن الفيتامينز كل يوم، حقنه يوم بعد يوم زي ما احنا ماشيين دلوقتي. دواء الشرب اللي هكتبه لك ده تاخد منه معلقه شوربه كل 4 ساعات. ده مش عشان الكبد، ده علشان القرحه. بخصوص الانزلاق الغضروفي اللي عندك ده، تفضل لابس الحزام على طول، ما تقلعوش خالص، مفهوم؟ وانا هبعت لك المدلك كل يوم، هيجي لك من 7 ل 8. اما شويه الروماتيزم اللي عندك دول خلاص يا سيدي، انا كتبت لك على لبخه وممكن تستعمل معاهم كاسات هواء. ما تخافش من الانفلونزا اللي عندك دلوقتي، خد لها اسبرو واشرب لها شيح بالبابونك. وبعد بقى ما نخلص الادويه دي كلها ونكررها مره واتنين، نبتدي بقى نعالج القولون العصبي على مهلنا. المهم انك تستريح في السرير، ما تقومش خالص لمده شهر كامل، والا في الواقع يا رستم يا حبيبي انا هعتبر نفسي غير مسؤول عنك اعتبارا من النهارده. حاضر يا دكتور. بابا المرة دي مش هزار، لازم تستريح على الأقل عشان أشوفك. ده أنا ما بصدق أقعد معاك، وأنا هكون الممرضة بتاعتك. طبعا يا بنتي، وانا قادر اتحرك. الو. ايوه انا النسواتي. ذاكر ما تمضيش، اوعى تمضي، انا جايكم حالا. هو لعب عيال؟ انا مستعد انزل لهم لندن حالا الليله دي. احجز لي اول تذكره على لندن. ايوه انا استريح حال. 45,000 جنيه كانوا هيروحوا في الكازوزه. ولما يحصل لك حاجه تقدر تقول لي مين يبقى المسؤول؟ ده انا اموت لو خسرت المبلغ ده. خلي محمد يحضر لي شنطتي ويجيب لي جزمتي ويحصلني حالا. عاجبك يا صوفي تصرفات ابوك الجنونيه دي؟ انا في الواقع بعتبر نفسي غير مسؤول عنه اعتبارا بالنهارده. انا ما عنديش نيه ان ابوظ سمعتي وشهرتي عشان راجل مجنون زي ده. مش كفايه مات مني الشهر اللي فات 12 زبون. الو، اهلا يا حبيبتي. مش بقول لك ايه، بابا سافر. فاضي امتى عشان نخرج سوا؟ اهو نخرج نروح اي حته، بس اسمع ما تجيبش المكنه اياها معاك احسن هكسرها لك. اتفقنا؟ لحظه واحده يا حبيبتي ما اشوف مواعيدي. اعمل ايه انا في الورطه دي؟ لو خرجنا دلوقتي هيبقى فيها غدا، لو خرجنا بالليل هتقولي نتعشى، ولو خرجنا الصبح هنقعد اليوم كله سوا وهيتخرب بيتي. فندم ها؟ امشي اطلع بره يا جاسوس. حوسه. ايوه يا حبيبتي، ايه رايك نخرج متاخر كده، نطلع الحسين ونقعد في الفيشاوي. القاهره بتبقى جميله قوي في الفجر، انت تشربي سحلب وانا اشرب بوري. الو سوزي، انا صوفي. بتعملي ايه الليله دي؟
Speak softly, love, and hold me warm against your heart. I feel your words, the tender trembling moments start. We're in a world, our very own, sharing a love that only few have ever known. Wine-colored days, warmed by the sun, deep velvet nights, when we are one. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. The vows of love we make will live until we die. My life is yours, and all because you came into my world with love so softly, love. Wine-colored days, warmed by the sun, deep velvet nights, when we are one. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. The vows of love we make will live until we die. My life is yours, and all because you came into my world with love so softly. انقل يا وائل بسرعة عشان هيقطعوا بعض. يلا يا جماعة اعملوا حاجة فاست بسرعة. ها 1 2 3. ها خش على طول ورايا. ايوه وانت على طول. حلو بعد الحتة دي. أنا مزاجي مش رايق. بتعمل ايه؟ بدور على الشنطة. مروح؟ أمال يعني هنام هنا؟ الساعة لسه ما جاتش واحدة. مش مفروض تعزفوا للصبح؟ صبح؟ الصبح هانم على قد فلوسكوا يا هانم. ده احنا حتى ما تعشناش. ثم انت يعني حضرتك مين؟ أنا صوفي. صوفي؟ أي. اخس اسم وحش جدا. عاشت لسانة يا ست صوفي. على فكرة. نعم. أنت قليل الذوق. متشكر. قولي. نعم. سجايرك إيه؟ بالمنت صغير. ما فيهاش غير واحدة. خديها. ممكن تولع لي؟ اسمك وائل؟ ايوه. اسم سخيف. عارف.
يا ترى انا اللي قصيره ولا انت اللي طويل؟ لا ده انا عايز اروح. هي الشنطه راحت فين دي؟ انا صحيح في بيت البسطويسي، لكن ما يمنعش يعني انهم يكونوا خدوا الشنطه باعوها. فعلا تلاقيهم طمعوا فيها. شنطه قيمه، انا شفتك وانت ماسكها، تسوى لها بتاعت 30 قرش. حضرتك يعني بتتكلمي كاننا اصحاب اصدقاء نعرف بعض من زمان، مع اني ما افتكرش يعني اني شفت خلقه سيادتك قبل دلوقتي. ساعات بحس اني قريبه من كل الناس ما عدا خطيبي. خطيبك؟ ونوع ايه الافندي ده اللي يسمح لخطيبته انها تسهر لحد الساعه دي؟ الظاهر نسيهم من الحفله اللي فاتت. انا اقول لك تدور ازاي. تعال. اسمعي، انا تعبان ومهدود حيلي ولو حطيت دماغي هقوم بعد بكره. وماله؟ وماله؟ اطلعي من مخي يا انسه. تاكل سمان؟ نعم. بقول لك تاكل سمان. فين؟ في اسكندريه، في محل بيسهر لغايه الصبح، بيعمل سمان مشوي بالنبيت انما يجنن. ها انت يا بنت الخوله اللي انت ما فيش اي حد بيستناكي في بيتك ابدا؟ لا المفروض فيه بابا، بس بابا دايما مشغول. طب وماما؟ ماما سابتنا من زمان، ما وعاش عليها، سابتنا على اثر خلاف في وجهات النظر. اثر ايه؟ سابتكم واتطلقت على اثر خلاف في وجهات النظر؟ ايوه، كانت وجهة نظرها ان السواق بتاعنا احسن من بابا. على العموم مش هنغيب، انا باخدها بعربيتي في ساعة ونص وممكن في ساعة وتلت. مش هتاكل سمان؟ لا. طب مش هشوفك تاني؟ مسير الحي يتلاقى. لو لقيت في يوم من الايام ان دمك مش تقيل ابقى اتصل بيا. ان يا ست مدموزيل، يا صوفي، دقيقة واحدة من فضلك. انت اسمك صوفي النشواتي؟ ايوه، صوفي رستم النشواتي. ايه، هتاخدني تحري؟ ابوكي صاحب الشركة العربية للحاجات الكتير قوي؟ ايوه. تعرفها منين؟ لا ابدا، اصل ليا واحد صاحبي بيشتغل في الشركة ساكن معايا في نفس الشقة، قصدي في نفس العمارة. انا عايز اعتذر لك، انا كان دمي تقيل قوي. ولا زال؟ يعني اشهر بيهم افضحهم؟ ايوه يا بابا، ايوه. بص حواليك، شوف الناس على حقيقتهم. الناس وحوش يا بابا، وحوش. الناس اليومين دول يا ضارب يا مضروب، يا تاخد فرصه من اللي قدامك يا هو ياخد منه فرصتك. ولا هو ولا اللي بتشددوني، احنا في غابه. ايوه يا بابا، غابه. مالك بلمت ليه؟ ابدا، كنت بفكر في الراجل بتاع السمان. هو مش فاهم كده زيك؟
يجنن. ومسافة السكة؟ مسافة السكة. مم. ايه رأيك؟ ساعة ونص ودقيقة. انت مجنونة اكيد. في الرجوع ان شاء الله مش هرجع معاكي، ان شاء الله حتى اخدها مشي. طب انزل. وش هات لنا 10 سمانات. بس بسرعة من فضلك عشان احنا لازم نرجع مصر على طول. ايه حكاية بسرعة دي؟ انت وراك حاجة في مصر؟ ابدا، مالك؟ شكلك اتغير فجأة. اصل انا كنت بفكر في حاجة. وبعدين؟ غيرت رأيي. مش قلت لك يجنن؟ كنت بتفكر في ايه؟ فكرت في حاجة كده، وبعدين اكتشفت انها فكرة شريرة. وبتفكر في ايه دلوقتي؟ بفكر ننزل مصر فورا. اكلت يجي 12 بتاع ده. 18. كفاية يا صوفي، نروح بقى. انا ما اعرفش اسوق واحنا شاربين. شاربين؟ ده انا اللي شاربين لوحدي. هنعمل ايه؟ هنطلع على البحر، الهوا بتاع البحر هيفوقك. بايه؟ حاسس اني هموت. اجيب لك ورقة وقلم تكتب وصيتك؟ صوفي انا تعبان فعلا. هتكتب ثروتك لمين؟ انا بقول بما انك هتموت في اسكندرية يستحسن تكتب ثروتك كلها لهيئة تنشيط السياحة. انا مش بهزر. يلا بينا، قوم.
انا ايه حكايتي؟ مالي حاسس مش على بعضي ليه؟ وانت ايه حكايتك؟ انت ايه حكايتك؟ قولي انت عايزة مني ايه؟ انا ايه حكايتي؟ انا ايه حكايتي؟ مالي حاسس مش على بعضي ليه؟ وانت ايه حكايتك؟ انت ايه حكايتك؟ قولي انت عايزة مني ايه؟ خدتيني وجبتيني في طريق عمري ما مشيت فيه، وطوعتك وهويتك عايز اعرف ازاي وليه. خدتيني وجبتيني في طريق عمري ما مشيت فيه، وطوعتك وهويتك عايز اعرف ازاي وليه ليه وعيون مونسها السهر، وبوسة جايبة غنوة من بق القمر. نجوم وليل وعيون مونسها السهر، وبوسة جايبة غنوة من بق القمر. نزلت على الموجة اللي جاية من السفر، بلح فضة بيجري فوق مليون وتر. نزلت على الموجة اللي جاية من السفر، بلح فضة بيجري فوق مليون وتر. انا ايه اللي قلته ليه بقوله وازاي ده كله عرفت اقوله. انا ايه اللي قلته ليه بقوله وازاي ده كله عرفت اقوله. وانا ايه حكايتي؟ انا ايه حكايتي؟ مالي حاسس مش على بعضي ليه؟ وانت ايه حكايتك؟ انت ايه حكايتك؟ قولي انت عايزة مني ايه؟ خدتيني وجبتيني في طريق عمري ما مشيت فيه، وطوعتك وهويتك عايز اعرف ازاي وليه. خدتيني وجبتيني في طريق عمري ما مشيت فيه، وطوعتك وهويتك عايز اعرف ازاي وليه ليه. من ساعة شفنا بعضنا. ده احنا يا دوب ده احنا يا دوب من ساعة شفنا بعضنا. وازاي بحس ازاي بحس ازاي كأني شايفك من سنة
ده احنا يا دوب يا دوب يا دوب، ده احنا يا دوب يا دوب يا دوب، من ساعة شفنا بعضنا. وازاي بحس ازاي كأني شايفك من سنة دلوقتي بس عرفتينا ليه هنا، لازم قلوبنا عرفوا بعض قبلنا. دلوقتي بس عرفتينا ليه هنا، لازم قلوبنا عرفوا بعض قبلنا. وانا ايه حكايتي، انا ايه حكايتي، مالي حاسس مش على بعضي ليه. وانت ايه حكايتك، انت ايه حكايتك، قولي انت عايزة مني ايه. انا ايه حكايتي، انا ايه حكايتي، مالي حاسس مش على بعضي ليه. وانت ايه حكايتك، انت ايه حكايتك، قولي انت عايزة مني ايه. خدتيني وجبتيني في طريق عمري ما مشيت فيه، وطوعتك وهويتك عايز اعرف ازاي وليه. خدتيني وجبتيني في طريق عمري ما مشيت فيه، وطوعتك وهويتك عايز اعرف ازاي وليه ليه. هنستريح ساعتين وبعدين ننزل مصر على طول. هو الجمبري يبقى حزين ليه؟ ويبقى فرحان ليه؟ عشان النهارده كل حاجه لازم تبقى فرحان، الجمبري والكابوريا والبسارية وام الخلود يلا بينا وعيلة الخلود. اوعى هنقع ده جمبري الحزين. البيت تعبان شوية، من فضلك عايزين أوضة. البطاقة من فضلك. يلا يا
صوفي شابة والله شابة شابة وشبابنا قادرها تشهر مرجحة مرجحة سرير يا اخي يا صفية خبريني يا ابويا علي قتل ياسين يا الجاكيتة الضيقة والبنطلون الضيق بيعطلوا الدورة الدموية. بيعطلوا ايه؟ انت هتنامي فين؟ انت مالك؟ مالي ازاي؟ انا عايز اعرف انت. زي الزفت. تعالى خد دش بال يجنن. وكل حاجة عندك تجنن تجنن. على كل حال انت اللي جبتني هنا. أنا؟ الفكرة كانت فكرتك. بس انت اللي اقترحت ان احنا نيجي هنا. على فكرة انت كنت تعبان قوي امبارح، بس اتضح لي بعد ما جبتك ونيمتك ان حالتك ما كانتش سيئة قوي. بتضحكي كمان؟ اصلي افتكرت فيلم فرنساوي، 2 زينا صحيوا من النوم لقوا نفسهم كده قعدوا يضحكوا، بس هما كانوا نايمين في الجرن. تفتكر هنا احسن ولا في الجرن احسن؟ ها؟ اسمعي، بطلي ضحك يا مجنونة انت. انت عارفة انا كنت فاكر انك بتكذبي، دلوقتي بس اتأكدت انك أول مرة بتحصل لك. ليه؟ عشان أقل ما فيها مش بتمثلي عليا انك زعلانة. مش عارف كده، واخدة المسائل هزار في هزار وضحك في ضحك، بس احنا ما بنعملش فيلم وفيلم فرنساوي. اللي حصل بينا ده حقيقة، وحقيقة مفزعة كمان. مفزعة ليه؟ هو انت متجوز؟ لا، أنا مش متجوز، بس أنت اللي مخطوبة. أنت مش مخطوبة؟ إلا مخطوبة. ده أنا مخطوبة جدا، بس دي مشكلتي أنا، أعالجها بطريقتي أنا. أنت مالك أنت؟ ها؟ فكرتني، لازم أكلم خطيبي في التليفون. ألو؟ أيوة يا مدام، من فضلك اديني مصر 806 90 4. مستعجلة وحياتك. وكمان خطيبك؟ وائل، عندي إحساس غريب إنك بتكرهني. أنت مخبي عني حاجة؟ لو كنت بكرهك كان حصل. دي ملهاش دعوة، 3/4 الناس بتكره بعض، ومع ذلك بيلعبوا اللعبة دي. اسمعي يا بسيط، أنا هكون سعيد جدا 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 لو ما شفتكيش بعد النهارده. ولا حتى بعد 9 أشهر؟ 9 أشهر؟ أيوة، في إجراءات معينة لازم يقوم بيها الأب. الأب؟ أيوة، تطعيم وتختين وشهادة ميلاد
وحاجات كتير كده. اسمع، انا عايزاك تسيب لي عنوانك اسمك الثلاثي، اسمك واسم ابوك واسم جدك. وريني بطاقتك. بطاقة ايه؟ ايه المصيبة السوداء دي؟ هو الواحد خلاص يسلم على واحدة اليومين دول تقول له انا حامل؟ اسمع يا بنت، انا مش عايز اشوفك، مش عايز اشوف خلقتك تاني. اسمك واسم ابوك واسم امك واسم جدك، مش طايقك. انت بتزعق ليه؟ على كل حال انا هعرف اوصلك. الو؟ ايوه انا اللي طالبه مصر. على 150. الو. ايوه اسكندريه. الو؟ ايوه يا مشمش، ازيك وازاي فلوسك؟ مش كبرت كده وبقت حلوه؟ كنت عايزه اقول لك ايه؟ بقول لك ايه يا مشمش، انا مش هقدر اتجوز. وماله يا حبيبتي، تحت امرك. تقولي ايه؟ مش هتتجوزيني؟ الو يا سنترال اسكندريه، انا مش سامع حاجه، اديني خط كويس. مش هتجوزك. الو صوفي، الو صار التليفون عطلان يا صوفي. مش هتجوزك. التليفون بيقول كلام غريب قوي، التليفون مش عاوز يتجوزني، قصدي انا مش عاوز الو. الحكايه بمنتهى البساطه ان انا بحب واحد تاني. غش تجاري، وديني يا نشوءاتي لأنا قالب عليك كل الأسواق العالمية. مش هتتجوزني يعني ايه؟ امال مين اللي هيتجوزني؟ وانا هتجوز مين؟ ها؟ اتجوز مين؟ اتجوز امي بقى وديني لا سوي. في واحد عند بنها بيعمل فول بالقشطه انما يجنن. كابوس كابوس مش عايز يخلص. طب اركب اما اروح. لا انت شايفني مزعجه قوي. لا وحشه. لا طب ليه السلوك العدائي ده؟ مش عايزني اروحك ليه؟ عشان اسمك النشواتي. انت عارفه الراجل اللي شغال في الشركه وقلت لك عليه انه ساكن معايا؟ ماله؟ يبقى ابويا. هايل، مش معقول. يا سلام على الظروف الحلوه، بقى باباك شغال عندي. كان ودلوقتي ابوكي رفضه امبارح. 30 سنه في خدمه شركه ابوكي وبعدين يرميه في الشارع وبدون معاش، ويا عالم مكافئته هتطلع قد ايه؟ انت ما كنتش ناوي تيجي معايا امبارح بالليل، ولما عرفت ان بنت النشوءاتي جيت معايا. ايوه فكرت انك تذلني، مش كده يا وائل؟ رد. ايوه سافل. انا برضه اللي سافل. جايز. كنت بتتسلى عليا، يعني انت كنت موظف لكل اللي حصل، السمان والنبيت والبنسيون. وبعدين بقى وطي صوتك هتفضحينا، مصيبه. خش. امبارح بالليل لما قريت اسمك كان كل هم ان انتقم من ابوكي. فكره واحده بس اللي كانت مسيطره عليا، هي دي بنت الراجل اللي هيجوعني. لكن ارجوكي تصدقيني، بعد شويه حسيت بالتقزز من نفسي وقعدت الح عليك ان احنا نروح. على كل حال انا لسه عند رايي. وايه رايك؟ رايي انك سافل.
اختي اقعد يا فكر. شكر بيه. غش تجاري. فلوسي على داير مليم. المهر، الشبكة، الهدايا والعشاء. بنتك بتتعشى ب 45 جنيه يا بيه، غير البقشيش. معادلة بسيطة، هتفطر ب 12 جنيه، تتغدى ب 66 جنيه وثلاث ابيض. الفواتير كده. مالك يا مشمش؟ ما ماليش، انا عايز فلوسي. انا مش فاهم حاجه، هدي نفسك بس عشان افهم. قول لي ايه اللي حصل؟ يعني ما تعرفش ايه اللي حصل؟ ابدا، انا جيت من المطار على هنا على طول. صوفي ايه مالها؟ اتصلت بيا دلوقتي من اسكندريه وقالت لي انها مش هتتجوزني. بتهزر معاك؟ ايه اللي هيوديها اسكندريه؟ انا ما احبش الهزار في الحاجات دي. كلمتني في التليفون وقالت لي انها بتحب واحد تاني. وده معقول يا مش ده انت عريس قطه؟ ايه اللي هيخليها تحب واحد تاني؟ ده معقول قوي. 5 مرة تحصل لي. لكن المرة دي مش هسيب فلوسي على داير مليم. كل فلوسي هاخدها. انا هخصم المهر والشبكة من ثمن الزلط اللي وصلني امبارح. اما العشاء خليه على المونة. يا راجل يا عقل، احنا في بيننا وبين بعض فلوس؟ في صوفي، انا هشوف الحكايه دي بنفسي، بس اطمن انت، انا متاكد انها بتهزر معاك، عايزاك تغير عليها يا اخي. الهزار اللي من النوع ده انا ما اقبلوش، لان دايما يقلب معايا بجد. بس انا بحذرك دلوقتي يا رستم بيه، بصفتي خطيب بنتك صوفي، مع ايقاف التنفيذ. مع ايقاف التنفيذ؟ ايوه. اذا ما وصلنيش تليفون من سيادتك يطمني على مستقبل حياتي الزوجيه، اعتبر كل المشاريع اللي بينا انتهت. في طنطا كلت ب 12 جنيه حب عزيز. حب عزيز؟ الربع بقرش. اديني صوف يا محمد. مش معقول، هي كانت سهرانه فين امبارح؟ جايه منين دلوقتي؟ اسكندريه. وايه اللي وداك اسكندريه؟ العربيه. صوفي، انا ما عنديش وقت اضيعه في كلام فاضي. المساله مش هزار. انا ما بهزرش. امال ايه ادعيتي انك راح تسهري عند سوزان البسطويسي؟ ياه، تتحسد. ده انت بتسأل عليا اهو. انا سهرت فعلا عند سوزان البسطويسي، وبعد ما خلصت السهرة حسيت ان نفسي في السمان المشوي بالنبيذ. في محل في اسكندرية بيسهر للصبح، بيعمله يجنن. دقته؟ ما حصليش الشرف. بس ده اللي حصل وجيت على طول. وطبعا بعد ما سرتوا واكلتوا السمان انت وشله المقاطيع بتوعك، مسكتوا التليفون وقعدتوا تهزروا مع خلق الله، وحضرتك ما لقيتيش غير خطيبك علشان تضايقيه، وحصل اللي حصل. ايوه حصل ولا لا؟ حصل، بس ما كنتش بهزر، كنت بتكلم جد. جد يعني ايه؟ ارجوك، الموقف مش هيتغير لما تزعق. خلاص انا ما بقتش عيله. انت فاكره نفسك كبرت يا بنت؟ هتكبري عليا انا مش عايز كتر كلام. ايه في ايه؟ فعلا الاختصار في الحالات اللي زي دي مفيد. انا بحب واحد تاني. لغايه اول امبارح كنت بتحبي مشمش. ياه، فين احنا وفين اول امبارح؟ ومين يا ترى فارس احلامك الجديد؟ قطعا واحد من شله الصيع اياهم. لا. وبيشتغل ايه؟ موسيقي. محمد عبد الوهاب؟ من ناحيه فنه اقدر اقول انه هيبقى في يوم من الايام زيه. لا، حلوه قوي من ناحيه فنه دي، المهم يكون زيه من ناحيه فلوسه. خدي كلمي خطيبك واعتذري له. مش هكلمه خالص. والله العظيم يا صوفي ان ما طوعتيني. اخر مره طوعتك فيها لما وافقت اني اتجوزه، وهو بيلبسني الدبل اكتشفت انها مش خطوبتي انا. امال خطوبه مين؟ ممكن تكون خطوبه شركتك على شركته، ممكن تكون خطوبتك انت على الاخ مشمش.
كلها مشاريع في مشاريع، مشاريع بتتجوز بعض. انا مالي انا؟ علشان بفكر في مستقبلك. انت عمرك ما فكرت فيا. كل اللي بتفكر فيه هي مشاريعك. الحاجة الوحيدة اللي تهمك في الدنيا دي كلها هي فلوسك. تاني مرة تضربني بالقلم. أول مرة لما طلبت منك إني أشوف ماما. الو. ايوه مش خليك معايا شويه. اتفضلي كلميه. هتكلميه؟ يعني هتكلميه؟ حاضر. ما دام انت مصر هات اكلمه. هتقولي له ايه؟ هقول له اللي ما قلتلهوش الصبح، لاني كنت عايزه اسيبه من غير ما اجرحه. لكن ما دام المسائل وصلت لكده انا مش بس هجرحه، انا هذبحه. هات السماعه. هات السماعه عشان اقول له اني كنت بايته طول الليل في حضن الشاب اللي انا بحبه. اوعى يا مجنونه. ما حصلش يا صوفي. حصل مع شاب ما تعرفوش، لكن تعرف ابوه. لا ابدا ما حصلش. انت كنت مع شله صيع. لا، كنا 2 ونزلنا في بنسيون، وتقدر تسأل وتتأكد. بنسيون؟ بنسيون ايه؟ اسمه بنسيون الجمبري الحزين. يا بطني. هي الست دي لسه عايشه. خديجه اطلبي لي النائب العام، وزير الداخليه، وزير الدفاع، وزير العدل، واطلبي لي المحامي كمان. خديجه بلاش النائب العام، بلاش وزير الداخليه، كمان بلاش المحامي. اديني مكتب الامن بتاع الشركه. مشوا بسرعه. الحمد لله، ده احسن من غيري. كان ممكن يرفدني من غير ما يعمل لي حفلة شاي باللبن، وكان ممكن يرفدني بحفلة شاي بس سادة. الحمد لله. وتجيبي لي كمان معاكي يا حبيبتي كيلو بطاطس وربع كيلو كبده. ربع كيلو؟ ليه؟ انتوا عازمين حد؟ اصل وائل يا حبيبتي ما بيحبش اللحمه. يا اختي عليه وعلى دلعه، والنبي ما خليه يفوت عليا بعد الظهر. ليه؟ اصل في جماعه قرايبي عندهم بيانو عايزين يبيعوه. لقطه لسه جايه من بره، عايزين يبيعوه بجنيه ونص. بيانو بجنيه ونص؟ بيانو ده ولا كرسي حمام؟ اصل شقتهم ضيقه قوي وعايزين يخلصوا منه باي ثمن. عايزين يخلصوا منه باي ثمن. تعالي يا حبيبتي ما تنسيش ربع كيلو كبده وانا هبقى اقول له. وائل ده اذا رجع من بره. هو مش نايم هنا؟ نايم بس مش في اوضته، تلاقيه بايت عند واحده من اياهم. يا اخي يا اخي يا اخي ده سوء الظن ده. ليه؟ ده عنده حفله. انت بتدافع عنه ليه؟ ابنك يا ست هانم على علاقه ب100 واحده. 100 واحده؟ ده يبقى انسان قليل الحياه. هم اللي ولاد الحياه عشان يعملوا علاقه مع شاب صايع زي ده. جرالك ايه يا امام؟ اما يغش اولاد الناس الطيبين يبقى 60 قليل ادب. هم اللي 60. اخرس. ايه مالك يا عزيزه؟ مش عيب لما تضحكوا على اولاد الناس الطيبين؟ مش هجيب لكم كبده ولا بطاطس ولا حاجه ابدا.
صل على النبي يا عزيزه. اهدي يا اختي معلش. يا ناس اختش على دمكم. ايه بس؟ هو انا ايه؟ هدام عندكم؟ عزيزه يا عزيزه، فلوس الكبده يا عزيزه. ايه مالها يا سنية؟ ما يا اخي انت ايه؟ عمال اشاور لك واغمس فيك من الصبح وانت ولا انت هنا. نسيلي؟ كده. ده انا فاكر عينيك بتوجعك. لا انا بتوجعني. وكنت عايزه تنبهينا ليه؟ اصل هي وائل زي ما تقول بينهم وبين بعض كده اللي بيسموها ايه؟ في ايه يا سنية؟ بينهم وبين بعض شويه في استلطاف يعني. ازاي تسمع بحاجه زي كده يا سنية؟ وما اسمحش ليه يا مام؟ صلي على النبي، دي نفعانه بتعمل كل حاجه في البيت وتنفع وتاكل. لا، ده اسمه استغلال يا سنية. يا اخويا انت الو. ايوه انا امام. اهلا يا مدام خديجه. اهلا بيك يا استاذ امام. رستم بيه النشؤاتي هيزورك النهارده في البيت بعد حوالي نص ساعه. شكرا. يحيى العدل، ظهر الحق وزاق الباطل، ظهر الحق وزاق الباطل. يا راجل انت في ايه؟ رستم بيه النشؤاتي شخصيا جاي لي هنا. ليه؟ ليه؟ عشان سنية، أنا في حاجة خبيتها عليك. عارفه انك اترفدت. وخبيت عليا ليه؟ ليه يا سنية تخبي عليا إنك عارفة إن أنا خبيت عليكي إن أنا اترفدت؟ أرجوكي اوعي تعمليها تاني. هيجي لي هنا ويترجاني ويركع قدامي ويبوس إيدي، لكن أنا هعمله بكل كرم. كرم؟ يا راجل العين بالعين والسن بالسن، ده انت لازم تذله. عندك حق، انا هذل واذل اهله. بس عليك. خديجة، تسمع عن بنسيون اسمه بنسيون الجمبري الحزين؟ انا في عرضك يا سعاده البيه، جوزي لو عرف هيذبحني. ابوس ايدك، حرمت اخر مره. بقى هي الحكاية كده. امبارح كنت عامل لي فرعون، واديك دلوقتي راكع قدامي زي القطة. الحمد لله لو وقعت في ايد انسان طيب وكريم واخلاقه عالية زيي. واحد غيري كان زمانه دلوقتي رقعك قلمين يا جشع يا قليل الادب. ارجوك يا استاذ امام سامحني. اخرس 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 يا قليل الادب. ترفدني انا يا قليل الحياة. لا والله ايه يا امام انت بتضرب بجد واختي ده. اوعى تعمل مع الراجل كده لا تكبر في دماغه ويكسرك. يعني بلاش اذله قوي. لا ذله بس من بعيد شويه. عن اذنك انا داخله المطبخ ورايا شغل. اتفضل يا نشواتي بيه. يا نشواتي اغسل ايدك قبل ما تعمل السلطه. الراجل لبس الدور. والنبي تفتح يا امان. كنت فين يا استاذ؟ كان عندي حفله. حفله لتاني يوم الظهر. واقف اعمل لك سندوتش جبنه ولا سندوتش فول؟ الاثنين. يا سلام على الدلع. دلعيه يا اختي دلعيه. اما اشوف اخرة الدلع ده ايه. اتفضل يا استاذ قوم نام. ما صحش رستم بيه النشؤات يجي هنا ويشوفك بالشكل ده. نشؤاتي بيه جاي هنا؟ ايوه. ليه؟ هيكون ليه؟ طبعا جاي يعتذر لي ويرجعني الشغل. وفي احتمال كمان يمكن يعرض عليا منصب كبير. بابا احنا صحيح بنختلف كتير لكن ده ما يمنعش ان احنا اصدقاء. مش كده؟ قطعا عملت مصيبة. يعني تقريبا. نوعها ايه؟ من النوع العاطفي. فهمت. مع عزيزة. تقريبا زي عزيزة بس على انيل شوية، وللاسف لها صلة بالنشؤاتي. عملت مصيبة عاطفية مع النشؤاتي؟ لا يا بابا لا. لا طبعا لا. لا مع بنته. يا بابا اصل انا امبارح كنت في حفله. ايوه. اللي كنت بغني فيها. ايوه. بنته كانت هناك. اتعرفنا على بعض وخدت انت والحفله. انا وبنته. انت وبنته. بنته النشؤاتي. ايوه. صاحبنا خالص. انت والحفله. ده انا وبنته. انت وبنته. اتصاحبنا جدا. كويس. طلع في دماغها فجاه انت والحفله. ده انا والنشؤاتي. انا وبنته. انت وبنته. طلع في دماغها نطلع اسكندريه. انت واسكندريه. انا وبنته بنت النشؤاتي. ايوه. طلع في دماغنا نطلع اسكندريه. ايوه. طلعنا اسكندريه.
بعد كده بقى تقدر تعتبر اللي حصل ايوه يعني حادثه. حادثه عربيه؟ لا لا يا بابا، لا الحمد لله، لا حادثه بنسيون. بنسيون ايه؟ بنسيون في اسكندريه اسمه بنسيون الجمبري الحزين. هي الولية دي لسه عايشة؟ يا بابا تقدر بقى حضرتك تستنتج اللي حصل بعد كده، وقطعا ان شقاتي جاي النهارده عشان حاجه من الاثنين. حاجة ايه يا حبيبي؟ جاي عشان يا يموتني يا يموتك. بابا اخرج الدلع، قدامك 20 مليون بنت، ما لقيتش يعني وما نشنتش غير على بنت من شقاتي؟ والله يا بابا انا ما نشنت، دي هي اللي نشنت. هي نشنت ايه؟ يعني دخلتك البنسيون بالعافيه، رفعت عليك المسدس؟ الفطار يا وائل. اللي جرى يا راجل عملت كده اللي انت جننت؟ اسأل الدلوعة بتاعك كان فين امبارح ومع مين؟ مع مين؟ مع بنت نشواتي. نشواتي ده ايه؟ هو في غير نشواتي واحد في البلد؟ راحوا مع بعض بنسيون الجمبري الحزين. بنسيون الجمبري الحزين؟ هي الولية دي لسه عايشة؟ ده مش هي دي اللي رحنا لها انا وانت يوم الجمعة؟ رحنا واحنا مخطوبين يا سنية. انت عارف ان شقاتي ده ممكن يعمل فينا ايه؟ الو مش انا اسف جدا، تقدر تعتبر خطوبتك من صوفي اتفسخت. في احتمال اني ادخل السجن الليله دي. المحامي هيصفي معاك كل حاجه. والله العظيم ما كنت داري بحاجه بعد النبيت اللي شربته، ولا كنت في وعي حتى. وشرف ابويا ما اعرف ايه اللي حصل. واذا استجد في الامور امور انا مش مسؤول. انت بتقول الكلام ده ليه يا استاذ؟ بقوله في المحكمة. اهدى يا امام اهدى. اهدى؟ ابنك هيتحول لمحكمة الجنايات يا ست هانم. ده اذا النشوءات اكتفى بكده. انت بتعمل كده ليه؟ انت عايز ترعب الواد، كل شيء يتحل بالعقل، ايه اللي هيوصلها للجنايات؟ مش جايز يا ست هانم البنت تطلع قاصر؟ وناش عرفني؟ هو انا كنت بنت هقابلها ولا اشوفها اقول لها وريني البطاقه؟ هو انا مخبر؟ انتوا مستنيين ايه؟ ايه؟ حضروا الشنط. ليه؟ لموا فيها الموبيليا والهدوم. هنروح فين؟ هنهاجر كندا. كندا؟ طب ما احنا قاعدين على كندا اهو. يا ولية افهمي، هنهرب هنسافر هنهاجر. طيب شيل في هدوم عند المكواجي. اتفضل يا استاذ روح هاتهم، وخد بالك من السؤال يكونوا حصر المنطقة. يلا نروح بقى. حاضر. شيلوا في الشنطه والطقطقه كمان. طب ايه؟ ممكن يذبحنا يا ثانية. ده راجل عاقل وعارف ان مشكلته مش هتتحل لو ذبحنا. ده مشكلة. مشكلة ايه وهباب ايه؟ ده مطحون في شرف وهيذبحنا. يا اخويا اهو انت دايما كده يا خراب. ضحكتني وانا هديها اوعى. انت لسه واقف يا استاذ ما جبتش المكوى؟ انت مستني لحد ما يجي نشوف
على مهلك على مهلك. متشكرة قوي يا عم عبده. العفو يا بنتي. يا نهار اسود. العربية واقف. امام يا امام رد عليا يا امام. امام يا فندم. مالك يا امام؟ لا ولا حاجة يا فندم، أنا بس أصلي كنت مريح شوية، أصل أنا متعود في الصيف أحب أنام على السجادة والمكواجي في ربنا يخليك يا سعادة البيت. حد فيكم يقول لي اقعد. حاضر. مفيش فرصة لطيفة تفتفك انت وهو. طب يلا ثانية واحدة يا فندم، ثانية واحدة. انت عارف انا جاي هنا ليه يا امام؟ تقريبا يا فندم. ليه؟ علشان تذبحني. برافو عليك برافو. أنا يحصل لي الشرف يا فندم. يا معدتي. اسم الله. لازم عند حضرتك حموده، هجيب لك حاجه تريحك. انا عندي امراض الدنيا كلها. ربنا يزيدك يا فندم. ها؟ قصدي ربنا يديك الصحة والقوة والعافية والنشاط ربنا يخليك يا سعادة البيت. حط له ايه؟ فوار. خساره فيه. سم فار. يا قوي لا ده بلاش. لبندك. تصور الواد قال لها ايه؟ قال لها انا مش عاوز اشوفها. بقى بعد ما شرب السمان وكل النبيت يقول انه مش عاوز يشوفها. اهو ده اللي حصل. ما افتكرش يا نشواتي بيه ان المساله تمت بالصوره دي. آه. انا عارفه ابني كويس، هو جايز يكون طلب انها تديله فرصه علشان يفكر. يفكر؟ مع يا ست هانم، انا مش جاي هنا ادردش معاكم، انا جاي اقول على حاجات هتتنفذ، اللي هقوله هو اللي هيمشي. طبعا. امام والله ده يتوقف على اللي هتقوله حضرتك يا نشواتي بيه. ثانية. سيبها تتكلم يا امام. حاضر يا فندم. يتوقف على اللي هقوله حضرتي. والله عارف الزار عليك يا ست مش سهل ابدا، وانا احب اتعامل مع الناس اللي من فصيلتك. انا هقول حاجه واحده بس، يوم الخميس الموافق 7 أغسطس المطلوب من ابنكم انه يستحمى ويلبس احسن حاجه عنده ويتواجد في الفيلا عندي علشان يتجوز. على خيرة الله يا فندم، وربنا يتمم بخير وسعادة وألف مبروك ونحن هيتجوز مين يا فندم؟ للاسف الشديد بنتي. شرف عظيم لينا ان ابننا يتجوز بنت حضرتك، شيء ما كناش نحلم بيه. لكن انا بكلم حضرتك بصفتك راجل مريت بتجارب وتعرف قد ايه ان شباب الايام دي مجنون في تفكيره. يعني وائل ابني لو حس باي ارغام من اي نوع ممكن. ثانية. ارغام ايه؟ طب يا ريتني انا ارغمت على جهازة زي دي بدل ما تستقرضوني، ده كان يوم يبقى هتتكلم يا مام. ممكن ايه يا مدام؟ ممكن يرفض. يا معدتي. اقتله. شاكرين يا عم فايق. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. وائل كنت فين ليله امبارح؟ امبارح كنت فوق في البيت. في البيت؟ والله في البيت. لا يا شيخ. والله عند ابويا فوق. يا مجرم يا سالم، انا هوريك. مش كده يا ناس. يا ستي وائل
وائل ايه اللي عمل فيك كده؟ خش يا ابني تعال. المالك يا حبيبي ايه اللي عمل فيك كده؟ مين ده؟ ده المنيل على عينه النشوءات. هو ده؟ ايوه يا فندم. فرق السما من الارض. مش احسن منه 1000 مرة. اسمع يا استاذ، باختصار شديد، يوم الخميس الموافق 7 أغسطس المطلوب منك انك تستحمى وتلبس احسن ما عندك وتتواجد عندي في الفيلا الساعة 9 مساء علشان تتجوز. عندك اي اعتراض؟ لا اطلاقا. اتفضل يا بابا. حد تجيله النعمه لحد رجليه ويرفضها؟ يعني موافق؟ والله انا شايف يعني ان رايي ملوش اي قيمه، وافقت او ما وافقتش. خلاص تقدر تعتبر ان الموضوع منتهي، مش كده يا مان؟ امال يا فندم، ربنا يتمم بخير والف مبروك علينا وعلى كل البلاد وكل الامم الناميه وكل الذين يسترسلون والسلام عليكم ورحمه الله. وانت يا مدام؟ والله انا سعيده جدا بالخطوه دي، وكنت هبقى سعيده اكتر لو كانوا الاتنين بيحبوا بعض. مش مهم، المهم انهم يتجوزوا ان شاء الله يطلقوا بكره. قول لي انت عندك شهاده ايه؟ والله يا عمي ياك عمل تبهب لما ياخدك. عندي شهادات كتير طبعا. عندي شهاده من مهرجان الاغنيه، وعندي شهادتين في العزف المنفرد، 3 شهادات استثمار. استثمار؟ انا بتكلم على الشهادات. الشهادات يا افندي. الرخصه دي اللي بيتوظفوا بيها في الحكومه. ايوه. لا دي ما عنديش يا عم. يا بطني. والله مش ذنبي يا عمي. كان المفروض ان بنت سيادتك قبل ما تتعشى مع حد غريب سمان في اسكندريه تساله قول لي عندك شهادات ايه؟ خلاص. المهم انت هتشتغل عندي في الشركه. والله بجد يا عمي. هشتغل ايه؟ هتشتغل جوز بنتي. هايل، موافق. بس بقول ايه؟ امام بيه ابويا يرجع الشغل تاني. خلاص اظن كل شيء بقى واضح دلوقتي. يوم الخميس الموافق 7 أغسطس الساعه 9 مساء. 9:15. انا قلت الساعه 9. وانا قلت 9:15. وائل اسكت يا بابا، 9:15 يعني 9:15. تلغي كل مواعيدك، تاجلها. انت عايز تخلي الميعاد 9:15 ليه؟ والله ابدا، بس مجرد احس ان ليا راي في حاجه. 9 بالظبط. 9:15 بالظبط. 9 بالظبط. 9:15. 9. لو سمحت يا فندم نقسم البلد نصين، بدل 9 و9:15 نخليها 9:30. 9 بالظبط. شوف 9:15 يعني 9:15. 9 يعني 9. 9:30. اهلا صوفي. ما شاء الله قمر طلع لحضرتك. كملت. لو انا كنا ناقصينك. دي القعده هتحلو قوي قوي قوي. اتفضلي. مش من حقك تقولي ولا لا. احنا خلاص اتفقنا على كل حاجه. انا مش موظفه عندك ولا انا فرع من فروع الشركه. وانت يا استاذ موافق؟ لا والله بنت حلال، اول حد يفكر ياخد رايي في حاجه النهارده. انا عايزه اجابه محدده، موافق ولا لا؟ طبعا موافق، ده استفتاء عام، الحكم فيه للاغلبيه. قصدك ان بابا هو اللي عايز كده؟ ايوه انا عايز كده. وانا كمان. وانت عايز ايه؟ انت عارفه انا عايز ايه. انت مش عايز تتجوزني، ومع ذلك وافقت ان انت تتجوزني، وبالرغم من كده بتمثل دور الضحيه، دور الراجل اللي مغلوب على امره. انت عارف انت ايه؟ انت في سوق الرجاله ما تسويش مليم واحد. سامع؟ مليم واحد. اسمعي يا بنت انت، اسمعي. انا ممكن ما اعملش اعتبار لاي حد موجود هنا. اي اهانه زياده منك هرنك حته علقه لحد ما يطلع لك صحاب، انت فاهمه؟ يبقى احسن
بس انا مش عايز مجرد كلام، انا عايزك تفرجني. وين؟ مالكش دعوه يا ايمان، سيبهم هم حرين في بعض. وين؟ ولا حتى تسوى نص مليم. بتكرهني ومش طايق تشوف وشي، ومع ذلك وافقت انك تتجوزني. عارف ليه؟ لانك خايف من ابويا. اسمعي يا شاطره، انا لا خايف من ابوكي ولا عايز فلوسك ولا فلوس ابوكي ولا حتى بحبك ولا طايق اشوفك. انت اللي ورطتيني. ورطتك؟ ايوه ورطتيني. طيب انا مش هتجوز، لا انت ولا غيرك، واذا اصريت وانا هنتهي. صوفي! انت يا صوفي! وراها اركبي وراها يا صوفي! امشوا بره! يا شاويش صوفي اتخطفت. الحقوا يا ناس يا شاويش، البنت المجنونه اتخطفت. اصرخي يا وش، اصرخي اصرخي يخرب بيت ابوكي. عم عبده، نعم. معاك فكة 20 جنيه؟ لا ما معيش. طب خد ال 20 جنيه دول دلوقتي، وابقى هات الفكة على مهلك، بكرة بعده زي ما يعجبك على راحتك. ممكن اخرج؟ سعيدة بقى. Bésame mucho. Love me forever and say you'll always be mine. Bésame, bésame mucho. Love me forever and say you'll always be mine. Bésame mucho. Love me forever and say that you'll always be mine. Love me. ايه يا جماعه في ايه؟ ايه يا اخي، انت اللي مش عارف تشتغل خالص. كفايه النهارده، نكمل بكره في نفس الميعاد. مالك؟ ابدا ولا حاجه. لا في حاجة، انت مش طبيعي ابدا. بحب. ومالك بتقولها بحزن كده؟ ده الحب اعظم شيء في الدنيا. فعلا. اصل لازم اتجوزها، لازم. طب وفيها ايه؟ ما تتجوزها يا اخي. اصلي مش هعرف اشرح لك. وائل، اهلا. اهلا بيك. قول، نعم. جدك كان بياع تلج؟ لا. امال انت طالع بارد لمين؟ اسمعي يا بنت انت، مش عايز قله حياه، انت فاهمه؟ مش تقولي اتفضلي؟ اتفضلي. يا اخي مثل عليا، مثل عليا دور الخطيب اللي بيحب خطيبته. خطيب؟ حاضر يا اختي حاضر. اهلا، وحشاني يا روحي. اتفضلي اتفضلي. وائل، انت بتحبني؟ لا،
امال لا ده بس جو المخزن هنا اصله شاعري. ريحة الجبنة والبسطرمة والكوسة وايه كمان؟ والفلفل الاحمر، الترشي الحراق. تعالي نشم شوية هوا على النيل بره. ليه؟ ما الجو هنا حلو قوي. لا اصل المخزن هنا حر والجو سخن وكل الجبنة اللي هنا مشتعلة. تعالي على النيل احسن، تعالي. يعني مفيش امل اننا نحب بعض؟ ساعات الحب بيجي بعد الجواز. ده حالات تانية مش زي حالاتنا. كذاب، انت بتحبني فعلا. وبالعافية، دي اوهام في عقلك. لا دي حقيقة. انت اتخضيت فعلا لما تهيألك اني اتخطفت. حتى لو كنت بحبك مش هنسى طول عمري اني ارغمت على الجواز. معنى كده ان جوازنا هيبقى اتعس جواز في العالم. انت لوحدك هتكون اتعس زوج في العالم. واطمن، انا كفيلة بكده. عنده تسمم بيبسي كولي. عطشان، هاتوا له ميه. لا انا عايز بيبسي كولي. الف مبروك يا فندم. مبروك يا فندم. اتفضل يا فندم. اتفضل. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. اتفضل يا فندم. اتفضل. اهلا وسهلا. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام. عقبال البكاري. اتفضل يا مولانا. اتفضل. اتفضل. يا اهلا وسهلا يا حبيبي. اهلا. الف مبروك. الله يبارك فيك. الف مبروك. الف مبروك. امال واقف فين؟ فوق يا حبيبي. اتفضل ايه؟ اتفضل. اتفضل. سهل. الف مبروك يا بيه. اهلا 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 يا معلم. اهلا يا معلم. حاج ده علاف عندنا في الحته وراجل محترم. ايه ده؟ حامي ده ولا ايه؟ خش. ايه ده؟ مبروك. اهلا 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 اهلا. ايه ده كمان ده؟ ايه صاحب مطعم عندنا. اهلا وسهلا. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا. ازيك يا حاج؟ اهلا اهلا. نعم ايه؟ اهلا اهلا. ازيك يا حاج؟ اتفضلي خش. اهلا اهلا اهلا. حاج علي عوض. علي عوض. امال ليه يا سيدي؟ معلم عربيات يا عوض. اهلا وسهلا. خش يا اخويا. اهلا وسهلا. مبسوط يا حبيبي؟ انا هسود عيشتك باذن الله. انا اللي هسود عيشتك وعيشت اللي خلفوكي. هخليكي تندمي على اليوم اللي اتولدتي فيه يا حياتي. شكلهم حلو، عاملين زي جوز الحمام الابيض. الحمام الابيض ده مش هيعمر. وايه ده؟ دي اللغه الجديده يا امام. هو قصده لا بحبك وهي قصدها تقول له بموت فيك. عجيبه، ده اللي ما يفهمش يتهيأ له انها شتيمه. الكلام اللي قلته ده من قلبك؟ 100%. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه كل واحد مكانه، ما حدش يتحرك. الفرح ماشي. الرقص يا مدام. حرس.
صوفي صوفي يا مجنونه صوفي. مش انت انا قصدي اوعى. الحق يا بابا، خدت العربيه ومشيت. وراها يا جوي وراها. مش مجنونة. بتحبني؟ أيوة أيوة أيوة. كذاب. صوفي قول إنك كذاب. حاضر. أنا الكذاب فعلا، لكن ممكن نتجوز والحب يجي بعدين. ده بيحصل في حالات تانية بس مش زي حالتنا. فعلا يا صوفي، أنت كبيرة وعارفة مصلحة نفسك كويس. عندك حق، مفيش حل غير الانتحار، وانا متشكر قوي. هي دي الطريقة الوحيدة اللي هخلص بيها منك. اتفضلي اتفضلي موتي نفسك. اتفضل يا سيدي، استلم 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 المصيبة بتاعتك. لسه برضه مصر على حكاية الجوازة دي؟ مفيش فايدة، كلامي هو اللي هيمشي. مفيش فايدة يا بابا. يلا بابا مفيش داعي، الغي كل حاجة. ما حصلش أي حاجة بيني وبين وائل. الأفندي ده أكل السمان وشرب النبيذ ونام زي القتيل. نخص عليك، خليت رقبتي زي السمسمة. أنا آسف يا بنتي، الشهر الجاي هاخده كله أجازة وهنسافر سوا وهفرجك على الدنيا كلها. بس أنا مش فاضي الاثنين والثلاث والأربع والخميس والجمعة والسبت والحد. ما انت مش هتعقل الا لما تحصل لك المصيبة دي بحق وحقيقي. يلا بينا يا ابني. استنى يا بابا، يعني أنا بريء دلوقتي؟ أيوه. يعني مفيش حاجة ترغم صوفي أو ترغمني إننا نتجوز؟ لا طبعا. يعني إحنا الاتنين أحرار دلوقتي؟ أيوه طبعا. في الحالة دي يا عمي تسمح لي أطلب من حضرتك إيد المصيبة دي؟ شيل يا أخويا. بتحبني؟ ها؟ ها؟ بحبك يا مجنونة يا وش.